هل تعلم أن تناول حفنة من الزبيب قبل النوم وخاصة في رمضان يمكن أن يكون سرا للصحة والطاقة؟ الزبيب ليس مجرد فاكهة مجففة، بل هو كنز غذائي غني بالفوائد التي تعزز صحتنا خاصة خلال فترة الصيام. الزبيب هو عبارة عن عنب مجفف طبيعي غني بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم ليعمل بكفاءة، فهو يحتوي على الحديد يعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء ويمنع فقر الدم، الألياف تحسن الهضم وتمنع الإمساك، مضادات الأكسدة تحمي الخلايا من التلف وتحارب الالتهابات، البوتاسيوم يساعد في ضبط الدم، السكريات الطبيعية تمد الجسم بالطاقة بطريقة صحية دون الحاجة للسكريات المصنعة، يخفض ضغط الدم ويحمي القلب. الزبيب مصدر رائع للبوتاسيوم وهو معدن ضروري للحفاظ على توازن ضغط الدم. إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم فإن تناول حفنة من الزبيب يوميا يمكن أن يساعد في تنظيمه بشكل طبيعي. نصيحة: تناوله بدون إضافة سكر لتحصل على الفائدة الكاملة دون زيادة السعرات الحرارية. 2. يحارب الإمساك ويحسن صحة الجهاز الهضمي. الصيام يمكن أن يؤثر على عمل الجهاز الهضمي خاصة إذا كان النظام الغذائي يفتقر للألياف. الزبيب يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك. طريقة فعالة: انقع بعض حبات الزبيب في الماء طوال الليل وتناولها على السحور لمساعدة جهازك الهضمي. 3. علاج طبيعي لفقر الدم. إذا كنت تشعرين بالإرهاق المستمر أو تعانين من الدوخة والضعف فقد يكون ذلك بسبب نقص الحديد. الزبيب يحتوي على كميات جيدة من الحديد الذي يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء ويمنع فقر الدم. أفضل طريقة للاستفادة: تناوله مع مصادر غنية بفيتامين سي مثل البرتقال أو الليمون لتعزيز امتصاص الحديد. 4. يحمي الأسنان من التسوس. قد تعتقد أن الزبيب يضر الأسنان لأنه حلو المذاق، لكن الحقيقة أن مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة فيه تساعد في محاربة البكتيريا الضارة التي تسبب التسوس. نصيحة: اختر الزبيب الطبيعي بدون إضافات صناعية للحصول على الفوائد الصحية دون أضرار السكر المصنع. 5 مصادر طبيعية للطاقة. خلال الصيام، خلال ساعات الصيام، يفقد الجسم الكثير من الطاقة، والزبيب يمكن أن يكون وجبة مثالية لتعويض هذا النقص لأنه يحتوي على سكريات طبيعية تعطي طاقة مستدامة دون ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم. طريقة ممتازة للاستفادة: تناوله مع حفنة من اللوز أو الجوز لمزيج متكامل من الطاقة والبروتين الصحي. 6. يعزز صحة القلب. الزبيب غني بمضادات الأكسدة والبوليفينولات التي تقلل من مستويات الكوليسترول السيء وتساعد في الحفاظ على صحة القلب. أفضل وقت لتناوله قبل النوم لأن الجسم يمتص العناصر الغذائية بشكل أفضل أثناء الراحة. 7. كيف تضيف الزبيب إلى نظامك الغذائي في رمضان؟ أضفه إلى وجبة السحور مع الشوفان أو اللبن. امزجه مع المكسرات للحصول على وجبة خفيفة صحية بعد الإفطار. استخدمه في تحضير سلطات الفواكه أو العصائر الطبيعية. حفنة من الزبيب قبل النوم يمكن أن تكون السر وراء صحتك ونشاطك في رمضان. اجعليه جزءا من روتينك اليومي وتمتعي بالفوائد العديدة لهذه الفاكهة المجففة الرائعة.